إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة 12 من يوليو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وتأثيرها على القرن الإفريقي، وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب الصحفي عبد المنعم منيب، والذي نشره موقع قراءات إفريقية في 23 من يونيو الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي. في أول زيارة لزعيم أجنبي إلى السودان منذ اندلاع الحرب، رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يسجل زيارة إلى السودان. والحكومة الراوندية تقول إنها لن تعيد الأموال التي تسلمتها من بريطانيا بعد تخلي لندن عن اتفاقية المهاجرين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة إلى إريتريا مطلع الأسبوع الحالي، ووفق ما ذكر وزير الإعلام الإريتري مانا جبر مسقل، أجرى الرئيس الصومالي مناقشات مستفيضة مع الرئيس الإريتري حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. أكد خلالها الرئيس الإريتري لنظيره الصومالي على ضرورة توطيد علاقات التعاون الثنائية والقوية والشاملة التي تعزز مصالح الشعبين، وخاصة في القطاعات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما قام الرئيس الصومالي خلال الزيارة بتفقد معسكرات القوات الصومالية البحرية والجوية المتدربة في إريتريا، وتعد هذه الزيارة السادسة للرئيس حسن شيخ محمود منذ توليه السلطة في مايو عام 2022، والثالثة منذ مطلع العام الحالي بعد توتر العلاقات بين الصومال وأثيوبيا في يناير الماضي إثر توقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بخصوص الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم. هذا وكانت إريتريا قد استضافت في وقت سابق قوات صومالية للتدريب والتطوير قوامها 5000 جندي في عهد الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، عاد معظمهم إلى الصومال بعد أن دار لغط كبير حول مصيرهم عقب تأخر عودتهم بعد انتهاء فترة التدريب، خاصة بعد مزاعم بمشاركة هؤلاء الجنود في حرب التجراي. وبقي بعضهم في إريتريا لتدريب قوات صومالية جديدة بجانب القوات الإريترية. في أول زيارة لزعيم أجنبي إلى السودان بعد اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، وصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الثلاثاء إلى بورسودان في زيارة فاجأت المراقبين. وعقد أبي أحمد محادثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تركزت على تطورات الأوضاع في السودان وضرورة ترقية التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخالفت زيارة أبي أحمد كل التوقعات، خصوصا بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن أثيوبيا تقف على مسافة واحدة من الفرقاء، وإن عملية استعادة مناطق الفشقة لا تستغرق ساعات بالنسبة لأثيوبيا، ولكن أثيوبيا لا تنوي استغلال محنة السودان لتحقيق ذلك. وتأتي زيارة أبي أحمد في وقت اتسعت فيه دائرة القتال بين طرفي الصراع ووصلت إلى جنوب النيل الأزرق، وهو ما يثير المخاوف الأثيوبية من امتداد القتال إلى المناطق الحدودية وتعرض سدها الحيوي للخطر، خصوصا في ظل الاتهامات بمشاركة مرتزقة أثيوبيين في صفوف الدعم السريع.
الأمر الذي قد يجعل البعض يعتبر السد هدفا مشروعا في حال اقتراب الصراع من المناطق المتاخمة للحدود. وسبق زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إلى بورت السودان بيوم زيارة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي في إطار المساعي المبذولة لاستئناف مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع، وهو ما أثار التكهنات بأن زيارة أبي أحمد جاءت لتعزيز المساعي من خلال تقديم الدعوة للفريق عبد الفتاح البرهان لملاقاة ندي الفريق محمد حمدان دقل حميدتي في إطار لجنة الاتحاد الإفريقي الرئاسية التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني. قالت الحكومة الراوندية الثلاثاء إنها لن تعيد الأموال التي استلمتها من بريطانيا في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين بخصوص ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى راوندا في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، والتي تخلت عنها الحكومة البريطانية الجديدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن بنود انسحاب لا تنص على إعادة الأموال. وكانت بريطانيا قد دفعت 240 مليون جنيه استرليني لراوندا في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مقابل استقبال راوندا للاجئين المبعدين من بريطانيا. هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن السبت الماضي أنه غير مستعد لمواصلة الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين السابقة القاضية بترحيل المهاجرين إلى راوندا. وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020 مع وعود يومها بضبط حدود البلاد. وتؤكد راوندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية، إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الراوندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وتأثيرها على القرن الإفريقي، وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب الصحفي عبد المنعم منيب، والذي نشره موقع مجلة قراءات إفريقية في 23 من يونيو الماضي. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. فكما تابعنا وتابعتم مستمعي الكرام في نشرات الأخبار في الأسبوع الماضي، قامت الحكومة التركية بمساعي لنزع فتيل التوتر والاحتقان بين الصومال وأثيوبيا في محاولة لحل الخلاف القائم بين البلدين منذ يناير الماضي، وذلك بسبب الأزمة التي أحدثها اتفاق توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، وما تبع ذلك من تأزم في علاقات الدولتين نتج عنها مجموعة من الخطوات التصعيدية من الجانب الصومالي، باعتبار أن ما قامت به أثيوبيا تعدي على سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وبناء على ذلك قامت الحكومة الصومالية بتحركات دولية وإقليمية في محاولة لحشد الدعم والمواقف السياسية من بعض دول الجوار الإقليمي، وعلى رأسها الدول التي تشهد علاقاتها فتورا مع أثيوبيا، ومن بينها مصر وإريتريا، بالإضافة إلى موقف جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وإلى جانب ذلك تم استدعاء السفير الصومالي من أديس أبابا وطرد السفير الأثيوبي من البلاد. وذهبت الصومال إلى أبعد من ذلك حين اشترطت ألا يكون أي دور لأثيوبيا أو وجود لقوات أثيوبية في القوات الأجنبية التي تستعين بها الصومال في حفظ الأمن عقب انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الإفريقية العاملة في الصومال، والتي تنتهي مهامها بنهاية العام الحالي 2024. لتفاجئنا تركيا الأسبوع الماضي بالإعلان عن مبادرة تركية تسعى إلى حل الخلاف بشأن الميناء، وبالفعل وصل وزيرا خارجية البلدين إلى تركيا وعقدا أول لقاء مباشر منذ اندلاع الأزمة بين البلدين. فهل سيكون للعلاقات التركية الصومالية أثر في القرن الإفريقي؟
حول موضوع العلاقات التركية الصومالية وأثرها على القرن الإفريقي. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم اليوم مقالا للكاتب عبد المنعم منيب نشرته مجلة قراءات إفريقية في 23 من يونيو الماضي. نتابع سويا. هذه إذاعة إرنا. يقول عبد المنعم منيب: شهدنا مؤخرا تنامي العلاقات بين الصومال وتركيا من خلال الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها وإطلاقها في شهر فبراير الماضي، وتأتي أهمية تنامي هذه العلاقات من منطلق تصاعد القدرة والنفوذ الاستراتيجيين لجمهورية تركيا بجانب أهمية الموقع الاستراتيجي لجمهورية الصومال، والذي يكاد يهيمن بشكل شبه كامل على منطقة القرن الإفريقي برا وجوا وبحرا. وتزداد أهمية التحركات والإجراءات التركية الصومالية بسبب تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية والعسكرية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ولكي نتمكن من فهم التطور الاستراتيجي البالغ الذي وصلت له العلاقة التركية الصومالية مؤخرا، فلا بد أن نضعها في الإطار التاريخي للمراحل التي مرت بها العلاقات بين البلدين، حيث مرت العلاقات بين البلدين ب4 مراحل. المرحلة الأولى الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011. في هذه الفترة أعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعدما كانت تركيا أغلقت سفارتها في مقديشو عام 1991 مع بداية الحرب الأهلية في الصومال. ولكن العلاقات في هذه المرحلة اقتصرت على التركيز في مجال المساعدات الإنسانية التركية للتخفيف من المجاعات والأزمات الاقتصادية التي كانت تضرب الصومال من حين لآخر. وشهدت هذه المرحلة زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين. وفي هذه المرحلة ظلت العلاقات بين الصومال وتركيا محدودة نسبيا، ولذلك لم يزد حجم الصادرات التركية للصومال عام 2010 عن 5,100,000 دولار فقط. المرحلة الثانية الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015. افتتحت تركيا أكبر سفارة لها في الخارج في مقديشو عام 2011، وردت الصومال بالمثل بافتتاح سفارة في أنقرة. وخلال هذه الفترة زادت تركيا بشكل كبير مساعداتها للصومال، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية. وبدأت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى مقديشو، مما عزز العلاقات الاقتصادية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وأثرها على القرن الإفريقي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. المرحلة الثالثة من العلاقات التركية الصومالية التي امتدت في الفترة من 2016 وحتى 2020. استمر تطور العلاقات بين تركيا والصومال، وفي عام 2016 زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تركيا، ووقع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك الدفاع والأمن. وفي عام 2017 افتتحت تركيا في مقديشو أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج تركيا، وذلك للمساعدة في تدريب القوات الصومالية. وبسبب سعة هذه القاعدة فإنه يمكنها تدريب ما يصل إلى 1500 جندي في الدورة التدريبية الواحدة. وفي العام نفسه أيضا تم افتتاح مستشفى الصداقة التركية الصومالية في مقديشو. وفي عام 2020 أرسلت تركيا مساعدات طبية للصومال لمواجهة جائحة كورونا. وبشكل عام فقد تم توسيع التعاون الاقتصادي مع التركيز على مشاريع التنمية، وتزايد الدور التركي في دعم الاستقرار والأمن في الصومال، بما في ذلك مساهمات تركية في مكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة الصومالية التي كانت قد عانت من الحرب الأهلية ثم الحرب على الإرهاب منذ عام 1991 وحتى الآن. المرحلة الرابعة من العلاقات الصومالية التركية في الفترة من 2021 وحتى 2024، وهي المرحلة التي وصلت لدرجة الشراكة الاستراتيجية،
حيث شهدت توقيع اتفاقية تعاون دفاعي وأمني شامل عام 2024. ووصف بعض المراقبين هذه الاتفاقية بأنها استثنائية وغير مسبوقة لتركيا مع أي دولة أخرى، وجاءت موسعة بشكل يعطي تركيا نفوذا عسكريا شبه كامل على الصومال برا وبحرا وجوا. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن هذه الاتفاقية جاءت بطلب من حكومة مقديشو وتهدف لدعم الصومال ومساعدته في الحماية من التهديدات الخارجية والإرهاب والقرصنة والصيد البحري غير القانوني. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين، وإن هذه القوة ستحمي سواحل الصومال ومياهه الإقليمية وستستثمر في موارد الصومال البحرية لمدة 10 سنوات. هذه القوات المشتركة ستعمل فقط لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك سيكون لدى الصومال قواته البحرية الخاصة التي ستتولى هذه المهمة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وأثرها على القرن الإفريقي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويستطرد عبد المنعم منيب قائلا: ووفق ما تسرب للإعلام من معلومات إضافية عن إطار هذه الاتفاقية المبدئية، فإنها تشمل على الآتي: 1. إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية بين البلدين. 2. ستبني تركيا وتبيع للصومال سفنا عسكرية، وسيكون للقوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة. 3. التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الملاحة البحرية والتجارة. 4. ستنشئ تركيا للصومال قوات خفر سواحل. 5. ستساعد تركيا الصومال على استخراج الموارد البترولية والغازية من مياهه الإقليمية. 6. إنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في الصومال جوية وبحرية وبرية. 7. ستساعد تركيا الصومال على حماية البيئة البحرية ومنع التلوث. 8. جميع هذه المنشآت والصناعات ستتولاها الشركات التركية، أو يحصل الصومال على إذن من أنقرة للتعاون مع شركات أخرى. 9. فتح الأجواء الصومالية بالكامل للاستخدام المدني والعسكري التركي. 10. سيتبع اتفاقية الإطار هذه اتفاقيات فرعية تنظم تفاصيل بنود الاتفاقية لاحقا. وبالإضافة إلى كل ما سبق، أوردت بعض وسائل الإعلام عقب الإعلان عن الاتفاقية أن تركيا ستستخرج البترول والغاز من المياه الإقليمية الصومالية لمدة 10 سنوات، وأن 30% من مدخل هذا الإنتاج سيذهب إلى تركيا لتمويل المشاريع والصناعات التي ستقوم بها في الصومال. لكن الحكومة الصومالية التي وقعت بالفعل مع الجانب التركي مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي في 7 مارس عام 2024 نفت على لسان وزير النفط والثروة المعدنية عبد الرزاق عمر محمد تخصيصها نسبة 30% من إنتاجها النفط المستقبلي لتركيا. وهذا كله يوضح أن عام 2011 هو تاريخ بداية التحول في علاقات الجمهورية التركية بجمهورية الصومال، حيث بدأت سياسة تركيا الخارجية في التحول تجاه إفريقيا بشكل عام والصومال على وجه الخصوص. وشكلت الزيارة التي قام بها رجب طيب أردوغان حقبة جديدة في العلاقات التركية الصومالية. وفي الناحية الاقتصادية أصبحت تركيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للصومال. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وأثرها على القرن الإفريقي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. وتأتي محطة التحول الأخرى في علاقات تركيا بالصومال في فبراير من العام الجاري 2024، حيث وقعت تركيا والصومال اتفاقا إطاريا للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الاتفاق في سياق محاولات تركيا لتعزيز وجودها العسكري والأمني والاقتصادي في الصومال. كما تزامن توقيع هذا الاتفاق
مع تصاعد التوترات بين الصومال وأثيوبيا بعد اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي على تأجير ميناء بربرة لأثيوبيا لمدة 50 عاما مقابل اعتراف أثيوبيا بإقليم أرض الصومال الذي لا تعترف بشرعيته أي دولة في العالم. وقد أبرمت أثيوبيا هذا الاتفاق مع إقليم أرض الصومال بالرغم من معارضة الصومال لذلك. ولا شك أن علاقات تركيا بالصومال تعزز الدور التركي في القرن الإفريقي وتقوي الدعم التركي للصومال في مواجهة التهديدات الأثيوبية. ومن هنا نجد أن أبرز سمات العلاقات التركية الصومالية يمكن إيجازها في التالي: أولا في التعاون الأمني، تدريب الجيش الصومالي، مكافحة الإرهاب، تأمين السواحل الصومالية. ثانيا في المساعدات الإنسانية والتنموية، توفير المساعدات الغذائية والطبية، بناء البنية التحتية، دعم التعليم والصحة. ثالثا في الاستثمارات الاقتصادية، مشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، تنمية الموانئ والطرق، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العلاقات الصومالية التركية وأثرها على القرن الإفريقي. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويستطرد عبد المنعم منيب قائلا: كما أنه من الملاحظ أن العلاقات الصومالية ما زالت تكتنفها العديد من التحديات، من أبرزها ما يلي: 1. استمرار الصراع القبلي في بعض مناطق الصومال. 2. وجود جماعات إرهابية مثل حركة الشباب. 3. صعوبة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الهش للصومال مع تصاعد تحديات التنمية الاقتصادية والإرهاب والقرصنة البحرية والصراع التاريخي مع أثيوبيا. 4. تصاعد التنافس الإقليمي والدولي في القرن الإفريقي وتضارب مصالح الدول الأخرى في المنطقة وواقع التوازن في العلاقات مع الدول العربية. وبشكل عام فمن الواضح أن جهود المساعدات الضخمة التي بذلتها تركيا للصومال في ذروة المجاعة عام 2011 جعلتها محبوبة لدى العديد من الصوماليين. وقد استمرت تركيا في ضخ المساعدات، وأتى معظمها من شركات خاصة، إذ قامت ببناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. وقال وزير الإعلام عبد الرحمن عمر عثمان لرويترز في عام 2017: لقد فازت تركيا حقا بقلوب وعقول الشعب الصومالي. وصارت الحكومة الصومالية أيضا مؤيدا قويا لحكومة أردوغان في محاولتها لقمع نفوذ المعارض السياسي فتح الله جولن في الخارج. وأمرت الحكومة الصومالية على الفور بإغلاق المدارس والمستشفى المرتبط بجولن في مقديشو في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والتي ألقى أردوغان باللوم فيها مرارا وتكرارا على فتح الله جولن، بينما ينفي جولن تورطه في محاولة الانقلاب. ولا شك أن كل هذه السمات التي تتصف بها العلاقات بين تركيا والصومال والمراحل التي مرت بها هذه العلاقة ثم ما وصلت إليه الآن في عام 2024، كل هذا يوضح أن هذه العلاقات حققت المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين، إذ أعطت نفوذا كبيرا لتركيا عسكريا وأمنيا ومن ثم سياسيا في القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب. وكل هذا يزيد من الأوراق التي تتمسك بها تركيا في الصراع والتنافس على النفوذ، سواء في إقليم الشرق الأوسط وشرق إفريقيا أو حتى على المستوى الدولي، إذ صارت تركيا كبيضة القبان في الصراع الدائر في كل هذه الدوائر بين كل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن التنافس أو الصراع الدائر بين قوى أخرى إقليمية مثل إيران وأثيوبيا وغيرها في شرق إفريقيا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب. ومن ناحية أخرى استفادت دولة الصومال حليفا قويا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهي تركيا في مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، من تدهور في مواردها الاقتصادية وتصاعد حدة الإرهاب والصراعات السياسية والقبلية، وكذلك مطامع القوى الإقليمية مثل أثيوبيا وكينيا وغيرها
أو مطامع قوى دولية كالولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا، حيث تدعم بعض هذه القوى الإقليمية والدولية تقسيم الصومال، بينما يطمع بعضها الآخر في الهيمنة على الإرادة الوطنية لجمهورية الصومال. ومن هنا نلاحظ أن العلاقات بين كل من الصومال وتركيا في الفترة من 2002 وحتى الآن توضح سعي كلتا الدولتين لزيادة قوتها ونفوذها وتحقيق العديد من مصالحها الوطنية عبر إدارة العلاقات فيما بينهما. انتهى المقال. وهذا ما اتضح جليا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات من خلال تنامي الدور التركي في المنطقة، وظهر تأثيره في المساعي التي بذلتها وتبذلها تركيا في تقريب وجهة النظر بين الصومال وأثيوبيا لحل الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين البلدين في يناير الماضي. وبالرغم من الموقف المتشدد للصومال حيال الأزمة والمتمثل في مطالبة أثيوبيا بإلغاء مذكرة التفاهم كشرط للجلوس في أي مفاوضات مستقبلية، إلا أن تركيا استطاعت التأثير على الصومال باستخدام نفوذها لجمع وزير الخارجية الصومالي مع وزير خارجية أثيوبيا في لقاء مشترك بالعاصمة أنقرة الأسبوع الماضي، أثمر عن ترتيب لقاء آخر بين الطرفين في سبتمبر المقبل في إشارة واضحة على مبدأ قبول التفاوض بشكل مرن من الصومال، عطفا على الموقف المتشدد الذي ظهرت به في بداية الأزمة، والذي وصل لمرحلة استدعاء السفير الصومالي من أديس أبابا للتشاور وطرد السفير الأثيوبي من الصومال. فهل يا ترى سيكون لتركيا دور مماثل لنزع فتيل التوتر القائم بين دول الجوار في القرن الإفريقي بناء على ما تقتضيه مصلحتها في المنطقة؟ ربما نترك الجواب للأيام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي. في أول زيارة لزعيم أجنبي إلى السودان منذ اندلاع الحرب، رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يسجل زيارة إلى السودان. والحكومة الراوندية تقول إنها لن تعيد الأموال التي تسلمتها من بريطانيا بعد تخلي لندن عن اتفاقية المهاجرين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.